وفي دير ابو مقار كان للأسف الرهبان كسلانين، ما كانوش ماسكين في ربنا، كانوا عايشين في حالة تكاسل. فجالهم أسقف اسمه الأنبا مينا، وهو أسقف من دير أبو مقار. راح زار الدير وقعد مع الرهبان. جه في نص الليل سمع جرس التسبيحة بيضرب، لا الكنيسة مقفولة وما فيهاش حد من الرهبان. فالظاهر كان الساعة ديت لسه مش ميعاد التسبيحة، لكن اللي صلاه اللي صحاه من النوم كان ملاك الرب، صحاه عشان عايز يشوف حاجة مهمة في الكنيسة. دخل الأنبا مينا الكنيسة، وهو دخل جوه واقف فوجئ بأن السقف بتاع الكنيسة كأنه اتفتح، ونازل من فوق رب المجد يسوع، ومعاه أبو مقار، ومعاه 49 شهيد. الرب يسوع بيقول المكان ده أنا حسيبه، لأن الرهبان اللي فيه مش ماسكين فيا. الرهبان دلوقتي كسالة ما بيصلوش، لكن نسوا بيت ربنا. انا هسيب المكان ده هو هتخلى عنه. ابو مقار ما استحملش الكلمة، قال له يرضيك يا رب المكان اللي انا اسسته وتعبت فيه تسيب المكان يخرب؟ قال له الموضوع مش موضوع شفاعة يا ابو مقار، ولادك سابوا طريقي، انا ما اقدرش ابقى الاله اللي في وسطهم. مين اللي اتكلم ساعتها؟ 49 شهيد. قالوا له يا رب احنا دمنا اتسبب في المكان ده، ازاي تسيب المكان اللي احنا متنا فيه؟ فرد عليه الرب وقال له دم الشهداء كريم جدا امامي، انا من اجل شهادتكم ومن اجل شفاعتكم في الدير انا مش هتخلى عن الدير، وانا هكون في وسطه تملي.